بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. لو انت محامي وعايز تقدم في شغل الاسكان وخايف، اسمع الفيديو ده وان شاء الله لو سمعت كلامي هيجي لك الشقه باذن الله وهيبقى ليك نصيب فيها. معاكم زميلكم حاتم سيد المحامي، والكلام ده عن تجربه فتره لا تقل عن 10 سنين في الموضوع دوت، ودوست فيه جامد قوي. وكنت يعني شخصيا، مش هقول لك ان انا كنت مثلا بشتغل لحد، لا، ده الموضوع ده شخصيا معايا انا. فانا هديك بقى ايه التجربه عشان تقدر ربنا يكرمك وتجيب شقه، بما انك مهنه حره ومحامي. رقم واحد، لو انت صاحب مكتب، ركز في اللي انت هتجيبه. هتجهز الكارنيه بتاع حضرتك، هتجهز البطاقه الضريبيه، شهاده بعنوان المكتب، طبعا ده بتطلع من النقابه، وشهاده بالدخل بتاع حضرتك، شهاده من محاسب قانوني بالدخل بتاعك التقريبي لا يتعدى ال 15 لو انت متزوج. لا يتعدى ال 15 لو انت متزوج. طب لو انت مراتك بتشتغل يبقى انتوا الاثنين لا يتعدى ال 15. لو مراتك بتشتغل يبقى انتوا الاثنين مع بعض لا يتعدى ال 15. لو مراتك حكومه هتجيب ليها. لو مراتك قطاع خاص ومتامن عليها هتجيب ليها. لو مراتك تمتهن في اي مهنه حره او عندها اي مجال عمل حر، مش في مجال معين او ملهاش دخل ثابت، هتطلع لها شهاده دخل زي بتاع حضرتك اللي تتعدى ال 15,000. تمام كده؟ ده بالنسبه للمحامين اصحاب المكاتب اللي متزوجين، وسواء بقى طبعا شغاله او مش شغاله. انا قلت هتجهز ده الورق ده مهم جدا بالنسبه لحضرتك، مع طبعا بقيه الاوراق المطلوبه في كراسه الشروط لما تنزل يوم 26، ان هي هتنزل يوم 26 بالنسبه للجمهور. تمام. طب المحامين اللي ما عندهمش مكاتب، او المحامين اللي بيشتغلوا عند محامين، هيعملوا ايه؟ ما هو ما عندوش مكتب، او هو مش صاحب مكتب، او مش مسؤول عن مكتب. والمكتب ايا كان ايجار او تمليك مش هتفرق، ايجار او تمليك مش مهم، بس انت صاحب مكتب فلازم تجيب شهاده ان انت عندك مكتب في الحته الفلانيه. دي بتجيبها منين؟ بتطلعها من النقابه، شهاده معنويه المكتب. تمام كده؟ ما علينا. دي كده النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، المحامين اللي هم الصغيرين اللي هو لسه ما فتحش مكتب، لو معاك بطاقه ضريبيه هتحطها مع الكارنيه مع جواب او شهاده من المكتب اللي انت شغال فيه، يبقى موقع من المحامي صاحب المكتب بالختم بتاعه ان انت شغال معاه، وتحط فيه القيمه اللي انت هتحطها اللي هي تبقى اكتر من 3.5، واقل من 15 لو متزوج، واقل من 12 لو انت اعزب. ده من المحامي بتاعك. وتروح جايب شهاده دخل من محاسب قانوني تحط فيها نفس القيمه اللي هتطلع من المكتب بتاعك، وتقدم وان شاء الله ربنا يكرمك. ده بالنسبه للساده المحامين الاوراق المطلوبه منهم لو انت محامي ما عندكش مكتب، ولا انت محامي عندك مكتب. بس مهم جدا تبقى فاهم وعارف كويس ان ما ينفعش تاخد شقه لو انت عندك شقه. لو قاعد في ايجار قديم او ايجار جديد ينفع تقدم. عندك شقه ملك عن طريق بقى خدتها انت اشتريتها من بره مع نفسك، او خدت شقه قبل كده من فتره تبع اي حاجه تبع الدوله، لا. عشان تبقى بس فاهمين، انا بتكلم على شقق محدودي ومتوسط دخل للساده المحامين. هقول لك بقى على معلومه، ودي مش اي حد هيقولها لك، خدها من زميل ليك بقى، مفيش حد هيقولها لك خالص. لو انت محامي ومراتك شغاله حكومه او قطاع خاص، حكومه او قطاع خاص ومتامن عليها بتامين او بمرتب اعلى من 3.5، قدم باسمها وتبقى انت الضامن ليها مش هي اللي ضامن ليك. لو مراتك حكومة أو قطاع خاص ودخلها في التأمينات يتعدى ال3.5، قدم باسمها هي وانت المكمل ليها. هتجيب نفس الورق برضه، خلي بالك الورق مش هيتغير لو انت عملت كده، بس الموضوع هيبقى نسبته نجاحه اعلى لو مراتك شغاله حكومه وقطاع خاص وقدمت باسمها. وده عن تجربه. لو انت مراتك ما بتشتغلش خالص يبقى قدم باسمك انت، ولو انت مش متجوز قدم باسمك انت. لكن لو متجوز ومراتك حكومه او قطاع خاص، تانية اهو باكد عليها، حكومه او قطاع خاص بتامن عليها بقيمه تامينيه اعلى من 3.5، قدم باسمها وانت اللي تبقى المكمل معاها. الشقه تبقى باسمها هي، بس انت هتبقى طبعا اكيد دي زوجتك وهتبقى معاك. الموضوع هيجي لك وهيبقى اسهل بكتير من انت تقدم باسمك انت وزوجتك هي اللي تبقى معاك، مش انت اللي تبقى معاها. انا بديك النصيحه عشان انا عن تجربه لفتره طويله جدا. فانا قلت اعمل الفيديو دوت خدمه للساده المحامين، عشان اللي حابب واي استفسار يخص القصه دي من اي زميل عايز يعرفها، هتلاقي رقمي موجود عندك على التيك توك، وانا هنزل الفيديو على الفيس وهنزله على اليوتيوب، عشان اي زميل يشوفه يبعت لي على الواتساب لو عنده اي استفسار بخصوص القصه اللي انا قلتها دي والاوراق والموضوع ده كله يبعت لي. وبرضه عايز اقول لكم ان انا بعمل شهاده الدخل وبرفع لك الورق على الموقع لو انت حابب. تحياتي ليكم، كان معاكم حاتم سعيد زميل ليكم، حبيت ان انا اديكم النصيحه ديت، وان شاء الله المعلومه توصل، وشير عشان كل الناس الساده المحامين اللي حابين يقدموا يعرفوا المعلومه. تحياتي ليكم،
اشوفكم على خير.